القدم هي أروع عرض وفستيفال على وجه الأرض. هذه هي دنيتنا، هذه هي حياتنا. الألفاظ تغيب والكلمات لا توجد. أنا اتولدت باش نكون فيه، غيري جاءوا نسقيهم، لكن كنا مرتبطين ببعضنا. نحن نؤمن أننا أسرة واحدة، عائلة واحدة. إذا ما توافقنيش في اللوعة والقلق والحسرة، الخيبة والفرح، النجاح والأمل والأحلام، لكن هي لحظة عندما تكلم فيها الجهود بالنجاح يغمرنا الشعور لا تصفه الكلمات. شوف هو خلاص اختاره، اعطاها الطفل الف مبروك ببادره جميله. هي يعني ان يعطي طفل، انا اعتبرها مسؤوليه اجتماعيه من هذا اللاعب. تلعب الآن ولا زالت. الله الله، بعد في آخر المباراة اتجه لنفس الطفل هذا اللي شوف كان يسأل عن الطفل اللي يخاف من فرحتي، اتجه له وقدم له التيشيرت. شكله راح البيت. شوف اللقطة. شوف زي يقول هو نفس الطفل. ايوه حلو. خاف زيادة. الطفل خايف، ترى الطفل خايف. هو الطفل لا زال خايف، بس انه حصل على تيشيرت جوميز في هذه المباراة. احتراما وتقديرا لهذا الكبير، لهذا النجم الذي كرة القدم السعودية ربما لن تنجب مثله خلقا وفنا. وليت اغلب اللعيبه يعني يقتدون بربع ما يقتدون يعني الشنهوك. كان ممثل يوزع التيشيرتات على الجماهير على الجماهير. في اللقطة الماضية نور الدين برابط يحاول يلعب المرتدة السريعة، التمريرة الطويلة، سلمان فهمي بعض يزين الروح الرياضية. يا حلاوة اللقطة، يا جمال كرة القدم عندما تكون بتنافس رائع ما بين اللاعبين. شوفوا هاللقطة. روح جميلة بين عبد الله المعيوف ومحمد عواد، الاسم اللي عاد بعد صعوبات كثيرة. قدم مباراة كبيرة محمد عواد أمام الهلال. هذا هو النجم الكبير ياسر القحطاني. فاكرة مشاهدينا تأتي واللحظات الأخيرة تأتي ما أصعبها، واللحظات لا نودع فيها
هذا النجم عند الكرام. اترك لعينيك الكلام، اترك لعينيك الكلام، فسيقرأ من أحدث سوادها آخر. اترك لعينيك الكلام، إنهم تعبروا في هذه اللحظات عن مسيرة مليئة بالذهب والفرح والألقاب والمتعة، لكن الدموع قد تكون حاضرة في هذه اللحظات يا مخرج. خليك ماذا يفعل الآن سلمان؟ يقوم بتقليدها للمعيوف في بروتوكول هلالي وأجواء هلالية. نعم يا سادة، إنه الهلال وبيئة الهلال وكأس للهلال ولقب. لأن الزمن لص ظريف يسرق شباب، الزمن لص ظريف يسرق شبابنا، لكنه لن يسرق إبداعات الشلهوب الذي يخرج الآن. وأنا متأكد حتى نعم حتى الاتحادية، الأكف الاتحادية هي من بادر. ستبدأ بممر شرفي لأبطال الصحة والأمن بمبادرة رائعة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تقديرا لجهد هؤلاء الأبطال الذين ضحوا وبالتأكيد لا يزالون يضحون من أجل الوطن. بالتأكيد يحتاجون إلى الكثير من الدعوات، من الشكر، ويستحقون منا الكثير من الحب، من الوفاء لهذه الفئة من أجل هؤلاء لفوق. يبدو أنه هو الأقرب للمشاركة، أعتقد سيكون بدلا من تياغو نيفيز، أعتقد ذلك، لكن حتى الآن يسدد في هذه الأفلام ويعتذر للجماهير